السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البسكوت الجميل ده. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة عندك في البيت. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله، اللهم بارك. جميل وطعمه وشكله في منتهى الجمال، فعلا اتمنى تجربوه. قبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. انا وزنت نص كيلو دقيق، وهنخر الدقيق دوت كده عشان نخل الدقيق بيدي تروه حلوه قوي للبسكوت. ممكن تعملي كيلو تضاعفي الكميه. انا كده وزنت نص كيلو، والبسكوت الجميل ده طلع لي نص كيلو، كميه كبيره. وهنخل بقى الدقيق كده، وهضيف ربع معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره لبن بودر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وهنخل المكونات دي كده كلها مع بعض، وهقلبهم كده مع بعضهم عشان يندمجوا مع بعض. هنعمل المواد السائله. هضيف بيضتين في بوله، وهضيف معلقه كبيره خل، ضروري خل عشان يعمل زفاره البيض. وهضيف كمان باكو فانيليا بطعم البرتقال، بيدي طعم حلو قوي برضو. وهنضيف كمان كوبايه سكر. وهشغل بقى الهاند بلندر كده، ممكن تضربيه في الخلاط وممكن تضربيه بمضرب البيض المتاح عندك. انا حبيت بس هسهل لكم الفكره، فكرتها بسيطه وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. وهشغل بقى الهاند بلندر كده لحد السكر ما يدوب مع البيض والفانيليا والخل، وهستمر كده في الخفق لحد ما الخليط ده يفتح معايا. وهضيف كمان معلقتين كبار كده بشر برتقان، انا مخزناه عندي في الفريزر. في موسم البرتقان كده ببشر 2 كيلو او 3 كيلو برتقان، بشيله عندي في الفريزر، بعمل بيه كل حلوياتي. وهنضيف كمان نص كوبايه سمنه على زيت، والزيت بيدي قرمشه حلوه قوي للبسكوت. وهشغل بقى الهاند بلندر كده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض، والخليط ده يبقى لونه فاتح، والسكر كله يدوب والمكونات كلها تدوب مع بعضيها. بدأ بقى معايا الخليط يفتح بالشكل ده. شايفين بقى؟ وريحة البرتقال جميلة جدا، والفانيليا بطعم البرتقال جميلة. كده بقى حبايبي الخليط أصبح معايا جاهز. شايفين بقى القوام بتاعه؟ ما شاء الله، كده القوام معايا مظبوط. هضيف بقى الخليط دوت كده على الدقيق اللي انا كنت نخلاه، وانا بقى بنزل بالسوائل كده. ريحة فانيليا البرتقال وقشر البرتقال عامل ريحة جميلة. وهقلب بقى المكونات دي كده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضيها، والدقيق يتشرب من السوائل. ضروري حبايبي نقلب كويس جدا عشان تدينا عجينه طريه وسلسه كده وسهله التشكيل. البسكوت ده جميل جدا. وهقلب بقى المكونات دي، انا مش بعجن، انا هلم العجينه كده مع السوائل كده عشان تديني عجينه طريه وسلسه بالشكل ده. استمر كده في لم العجينه، وبضغط جامد كده، مش بعجن، انا بلمها بس بشربها من السوائل بالطريقه دي كده. كده معايا لمة العجينة ما شاء الله. شايفين العجينة؟ ولا زودنا ولا نقصنا، كده مقادير ناجحة 100%، والبسكوت هيطلع طعمه حلو ان شاء الله. شايفين بقى العجينة طرية وسلسة ازاي؟ مش مشققة، وطرية وناعمة. اغطيها بقى بكيسة كده علشان ما تعملش قشرة كده من فوق العجينة. طبعا الصاج دوت عدينه مسحة بسيطة كده من الزيت، واخد قطعة من العجينة كده وابرمها. شايفين بقى العجينة معايا جميلة ازاي وسلسة التشكيل. وهقطعها بقى كده لقطع متساوية. كل قطعة من القطعة دي هعملها لور كده، وهعملها صوابع متساوية بالشكل ده. دي طريقة، وهوريكم طريقة تانية. هبرمها كده واسويها، وانا بساوي كده لازم اخليها كلها سمك واحد بالشكل ده، واقسمها نصين. هو ده بقى البسكوت الجميل ده، الاتنين قد بعض. ولو في زيادة بشيلها طبعا بالقطاعة دي. وبعمل بقى خطوط كده عكس بالقطاعة البلاستيك دي او بالسكينة اللي المتاحة عندك. شايفين بقى البسكوتة ما شاء الله، وبرصها كده في الصاج بالشكل ده كده. سهلة بقى ولا مش سهلة؟ وعملناها في البيت بأقل التكاليف. وهبرمها كده، والبسكوتة تكون قد البسكوتة. وبعمل خطوط رفيعة كده بالشكل ده. سهل بقى تشكيل البسكوتة ولا مش سهل؟ وهرصه كده في الصاج، وهكرر واحدة كمان، وهبرمها كده وهسويها. أهم حاجة البسكوت كله يكون مقاس واحد. وأقطعها بقى كده واسويها بقد بعض. شايفين كده المقاس حلو. وابرمها برضو كده وانا بشكلها، حجم ده كده معقول. وبعملها كده خطوط كده بالقطاعة دي. شايفين بقى الخطوط جميلة ازاي ومتساوية، والبسكوتة قد بعضيها. وهرصها برضو في الصاج كده. هخلص نفس التشكيل بنفس الشكل،
وهبرم كده وهساوي البسكوت لحد ما اخلص الكميه بنفس الطريقه وبنفس التشكيل، واعمل برضو خطوط كده رفيعه. حلوه جدا تشكيله البسكوت وطعم بيبقى احلى واحلى. فعلا مش هتندمي لو عملتيه بنفس الطريقه دي كده. وهرص برضو في الصاج. هوريكم بقى فكره تانية برضو. اخد قطعه من العجينه كده وابرمها كده على الرخامه. شايفين بقى العجينه معايا جميله ازاي ما شاء الله. وهبرمها كده هعملها رور طويل بالطريقه دي كده. وانا ببرم بقى العجينه كده بحاول اسوي العجينه كده معايا عشان تديني لور رفيع على قد البسكوت اللي انا عاملاها. بحاول بقى كده اسوي اللور كده يكون مقاس واحد، واجيب بقى القطاعه بقى كده واقطع بقى البسكوته. هقطع بقى على قد البسكوته اللي انا عاملاها واسوي دي قد دي. احط قطعه من العجينه كده واسويه واقطعها بنفس التقطيع ده كده. شايفين بقى المقاس كده هيديني برضو صاج تاني بنفس التشكيل ونفس الحجم البسكوت. عايزه تطولي تقصري برضو براحتك. الحجم ده حلو قوي للبسكوت بعد ما يتبرم كده واسويه هتديني بسكوته حلوه جدا. وبرضو هنعمل نفس التشكيل كده خطوط رفيعه كده. ايه رايكم بقى؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ دي سهله والتانيه سهله. واسويها كده برضو واعمل خطوط رفيعه كده. اهم حاجه البسكوت يكون كله مقاس واحد والحجم واحد. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. حلو قوي البسكوت دوت لو عملتيه للمدارس للاطفال وعملتيه للرحلات والمناسبات. اي بسكوت تعمليه بالطريقه دي برضه هيبقى طعم حلو بالبرتقال. شايفين بقى الجمال. وبعمل بقى خطوط رفيعه كده. شايفين بقى البسكوت بيتشكل معايا بكل سهوله ازاي عشان مقاديري ناجحه 100% ومش معايا العجينه مشققه خالص. شايفين بقى شكلت البسكوت كده من غير بصامه ومن غير مكنه تشكيل. وعملناه في البيت بطريقه بسيطه وسهله وباقل التكاليف. خلصنا بقى الكميه كده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ تشكيل البسكوت كله مقاس واحد والحجم واحد والتشكيل شكله جميل. كل ما عارفين درجه الحراره 180. وهرص بقى البسكوت الجميل في الرف الوسطاني هيقعد معايا نص ساعه وساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع ما شاء الله شايفين الجمال. فعلا ما فيهوش ولا غلطه. جميل وطعمه وريحه في منتهى الجمال. ايه رايكم بقى؟ تعالنا بقى ناخده بسكوتيه كده. شايفين بقى حجم البسكوت ما شاء الله جميل وريحته وطعمه احلى واحلى. هنقطع بقى بسكوته كده. شايفين بقى البسكوته بتتقطع مقرمشه ازاي عشان الزيت اللي احنا حاطينه والسمنه. بسم الله ما شاء الله طعمه في منتهى الجمال. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. وانا واثقه 100% ان هو هيعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم استفدتم من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. ودي قناتي. لو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سوما واسهل الاكلات اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. وده بقى الشكل النهائي للبسكوت بالبرتقال. وبألف هنا عليكم يا حبايبي.